تبقيش انتي صاحبتها التستس، ابعتلها قوليلها بصي انا احسن منك وببعتلك تيبس ازاي. هلو جيرلز، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل كل يوم احلى من اليوم اللي قبله. لو لسه ما شفتوش الفيديو اللي فات بتاع ازاي نلم المتراكم روحوا شوفوه علشان هيفيدكم قوي. النهارده هنتكلم عن اعمل ايه في اجازه نص السنه. الناس كتير قوي قالوا لي ان انتوا هيبقى عندكم على الاغلب اسبوع، عشان الترم الاول والترم التاني هتاخدوه من كل الدروس او معظمها. فهنعمل ايه يا دكتورة في الاسبوع ده؟ بصوا، الاسبوع 7 ايام، تمام ب7 مواد. سبحان الله الحمد لله. احنا انتوا كعلم علوم عندكم 7 مواد، هنقسمهم ازاي بقى؟ بصوا، هو انتوا لازم هتزنقوا يوم هتاخدوا فيه مادتين، عشان لازم اخر يوم ده يبقى مكافأة ليكم. هتضغطوا نفسكم 6 ايام، واليوم السابع لازم تنزلوا تعملوا لنفسكم اي مكافأة. شوفوا بقى انتوا بتحبوا تلبسوا ازاي. يعني مثلا حد عايز يسمع مسلسل ويجيب اكل ومش عارف ايه، يطلب اي اكل. حد مثلا عايز ينزل يتفسح، حد عايز ينزل يشتري لنفسه حاجة، تشوكلت، اي حاجة. اليوم ده فور فري ليكوا كلكم يا جماعة. لازم على الاقل تفصلوا يوم، والله العظيم افصلوا. انا يعني عشان تقدروا تكملوا، انا اللي بنصحكم كده. اللي مش عايز برضه براحته، اللي مش عايز ياخد يوم فور فري براحته بقى، بس يعني الاحسن تفصلوا يوم. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي 6 ايام على 7 مواد، هناخد اقل مادتين متراكم فيهم حاجات. يعني انا ان انا عندي في ال7 مواد حاجات متراكمة عليا. اعمل ايه؟ اشوف اقل مادتين، يعني مادة يبقى فيها درسين 3 او شابتر واحدة يبقى فيها كذلك، واحاول اضم الاتنين دول في يوم واحد. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي في اول يوم هننام 6 ساعات بس. ال6 ساعات دول هيتبقى منهم، اكيد برضو محدش هيبقى مراكم 7 مواد، يعني فاهمين؟ يعني حتى هقول لكم، حتى لو مراكمين مفيش مشكله، احنا عندنا وقت نلم. بس عموما هنفترض انه هما 7 مواد. هنيجي اول يوم هناخد المادتين الخفاف هنخلصهم، هننام 6 ساعات، هيبقى من يوم 18 ساعه. هسيب لكم 4 ساعات. ال4 ساعات دول هيبقوا اكل وصلاه ومرقع، عشان لو حد ايه يعني بيتدلع في النص كده. طبعا الصلاة اصلا طول اليوم 5 صلوات، لو جمعتهم يعني ما حدش يجمعهم، مش قصدي، انا قصدي لو جيتوا تحسبوا كل صلاة هتلاقوا بتاع 5 دقايق، يعني توتال الصلوات نص ساعة. والاكل برضو توتال الاكل طول اليوم هيبقى بالكتير ساعة، ساعة ونص، فساعتين. انا سايبالكوا 4 ساعات برقع. ماشي. هيبقى كم من 24 ساعة؟ هيبقى 14 ساعة. طيب ال 14 ساعة دول هنقسمهم ازاي؟ لو المادتين المتراكم فيهم قد بعض، هتاخد 7 ساعات لدي و7 ساعات لدي. هنقول مثلا 6 ساعات مذاكرة وقراءة وكده وساعة حل، ودي برضو 6 ساعات مذاكرة وقراءة وساعة حل. طيب لو انا عندي مادة خفيفة جدا ومادة يعني اخف، طيب الاخف دي هناخد مثلا فيها احنا قدامنا 14 ساعة، 4 ساعات، 3 ساعات مذاكرة وساعة حل. والتانية هناخد فيها مثلا كام؟ هيبقى 10، مثلا 9 ساعات مذاكرة وساعة حل، او 8 و2، زي ما تظبطوها. وحاولوا يعني ايه ما تجروش ورا المنهج، اقرأوا كده بتمعن. وبعدها هنحل على اللي باقي، يعني هنحل على اللي احنا قرأناه والدرس اللي احنا ذاكرناه. طبعا دي مش هتبقى بس ده يعني اقصى حاجه ممكن تعملوها، يعني ده هتستغلوا الاسبوع الاجازه فان انتوا تلموا اكتر حاجه تقدروا عليها. واللي هيتبقى لو قدامكم كتير جدا عادي، اللي هيتبقى عادي جدا هناخد بعد ما نخلص درس مع الجديد. مش هيكون عدى شهر 2 وانتم مخلصين كل حاجه، حتى لو عندكم كميات قد كده. بس الاسبوع ده هنمشي زي ما احنا بنقول، واللي هيتبقى في اي ماده مفيش مشكله، المهم هنسيبها ونبقى عارفين ايه اللي باقي لنا هناخده اول ما نخلص الاسبوع واحنا بنبدا الترم الجديد. لما ناخد درس جديد هناخد مع درس قديم. هتلاقوا نفسكم لو قدامك 20 درس متراكم في جميع المواد، هتلاقوا ان انتوا خلصتوهم في 20 يوم. التوتال هيبقى شهر، فاهمين قصدي؟ واحنا هنبقى اصلا خدنا جزء كبير منه في الاسبوع اللي هو اجازه ده.
طيب ده بالنسبه لاول يوم. تاني يوم هناخد ماده مثلا زي ان هي الكيمياء، الفيزياء، مش عارف ايه. ولو انتم من الناس اللي بتزهقوا، هنذاكر ازاي؟ هناخد 25 دقيقه مذاكره و5 دقايق تقومي مثلا تتمشي، تقومي تقفي في البلكونه كده، تغيري مود المذاكره، بس تقومي تعملي حاجه تشربيها. بس الموبايل ممنوع ممنوع ممنوع. انا قلت كتير وزهقت ولا ان الموبايل خلاص انسوه. واوعي تفكري ان هو انا مثلا هيبقى جنبي وانا مش همسكه، لا. يعني الناس الشاطره بجد اللي بتبعد المغريات عنها، مش اللي بتقولك انا هحطه جنبي وانا مش همسكه، لا. الناس بجد الشاطره اللي بتبعدها خالص عنها، يا اما تديه الموبايل لاهلك، يا اما تقفليه، يا اما تحطيه في اوضه تانية، ما تخليهوش جنبك خالص خالص. ده بالنسبه لاول يوم. وعلى فكره عايزه اقول لكم حاجه، الشاطر الشاطر بجد 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 اللي بيوصل، اللي بيستمر، اللي امكانياته على قده، ويعني في الفهم في الحفظ مش عارف ايه، بس مستمر، والله يقدر ان هو يسبق مفيش اشطر منه. ليه؟ لان اللي مفيش اشطر منه ده لو مكسل او بيراكم او مش في دماغه، التاني مش مراكم وبيحل وبيذاكر، حتى لو هو ما كانش عارف حاجة هتلاقوه اجتهد جدا وبقى جد واجتهاد وكده، والله العظيم لا يوصل. ولو ما وصلش في الكلية هيوصل في حاجة تانية احلى من الكلية، مفيش مشكلة يعني. بس بجد بجد اللي بيفوز دايما المستمر، اللي بيستمر على الحاجة هو اللي بيفوز. فانتوا ما تجوش تزهقوا في اهم فترة. خدوا الاسبوع ده منه جزء بريك ومنه جزء مذاكرة، وهنرجع نكسر الدنيا اكتر من الترم الاول. اللي فات مات خلاص، وركزوا في اللي جاي. ولو استمريتوا جد 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 لحد الامتحان، اتفرجوا على درجاتكم والله العظيم. وعلى الاقل هيبقى في كده رضا، رضا جواكي، مش احساس بالذنب، مش احساس بالخيبة، مش احساس بالندم، مش هيبقى جواكي اي احساس وحش يضايقك، وهتبقي مبسوطة. حتى لو انتي ما جبتيش اللي نفسك فيه، هتبقي خلاص مقتنعة ان انا سعيد وعملت اللي عليا، وانا مكتوب لي حاجة احسن بكتير. مش مكتوبه لي بقى ومش عارفه ايه، لا، انا مكتوب لي حاجة احسن بكتير. وخليكي مقتنعة بده وربنا هيرضيكي والله العظيم. فالمهم نكمل بقى. ده بس حاجة كده صغيرة عن أهمية الاستمرارية، واوعوا تيأسوا، واوعوا بجد. أنا بقعد أقول لسه مادام ما دخلتيش الامتحان، انتي لو قدام اللجنة انتي معاكي وقت، معاكي وقت لحد ما تدخلي كده وتمضي وتقعدي تستني ورقة النتيجة، ورقة سوري الامتحان. طيب اليوم التاني هيبقى عندي بقى ايه؟ اليوم التاني انا كنت اليوم الاولاني نمت 6 ساعات، بقى 18 ساعة، خدت 4 ساعات صلاة واكل، هيبقى 14 ساعة. اليوم التاني هيبقى 14 ساعة دول لمادة واحدة بس. فدي حاجة كويسة جدا. هيبقى بقى قدامي مثلا 10 ساعات اذاكر و4 ساعات حل. طيب زي ما قلنا هنعمل ايه في المذاكرة؟ لو انتي من النوع اللي بيزهق هناخد 25 دقيقة وخمس دقايق، 25 دقيقة و5 دقايق وهكذا. لو انتي من النوع اللي بيطول شوية هناخد ساعة و10 دقايق، ساعة مذاكرة، 10 دقايق بريك. لو لقيتي نفسك، انا كنت بقعد مثلا عادي بال3 ساعات، لو لقيتي نفسك لسه مكملة ما تفصليش نفسك وكملي، وخدي بعدها بدل ما كنتي تاخدي 10 دقايق خدي نص ساعة بريك، فاهمين؟ وهكذا. اليوم التاني هيبقى عندي 14 ساعة لمادة واحدة، فانا يعني اقدر اخد فيها شوط كبير، فاهمين؟ ممكن اصلا تاخدي شابتر كامل وتحلي عليه في ال4 ساعات، لان قلت لك هيبقى 14 ساعة، 10 ساعات مذاكرة و4 ساعات حل. بديكوا بقى، انا معرفش كل واحدة هيبقى قدامها ايه، بس حتى لو واحدة ما قدرتش تخلص، مثلا النهاردة يوم الكيمياء، لو ما قدرتش تخلص كل اللي عليها، كان متراكم عليها اكتر بكتير من ان هي تلمه في ال10 ساعات، قلنا هيبقى مثلا على الاقل خلصتي 3-4 دروس. هي 6 درسين، لو خلصتي حتى درسين بس حليتي عليهم انا تمام، حلو والله، شاطره، برافو عليكي. حتى لو خلصتي درسين بقيلك مثلا كام 6، هتاخديهم بعد كده كل يوم درس، كل يوم درس، هتلاقيهم خلصتيهم في 6 ايام، يعني في اسبوع، وخلصتي من ماده. كل يوم درس مع الجديد، مع الجديد. هو حد يفكر انا بقول كل يوم درس وهو ده طول اليوم؟ لا، مع الجديد هتضغطي نفسك بس هتخلصي اللي عليكي. وايه تاني؟ يوم الفيزياء كذلك، يوم الاحياء كذلك، لحد ما تخلصي ال6 ايام. اخر يوم ده زي ما قلت لكم لازم يبقى مكافأة، عشان
تفصلي وتبدأي مثلا لو هو يوم جمعة ده اخر يوم في الاسبوع وهتبدأي السبت الترم التاني، لازم يوم الجمعة ده تكوني خارجة خروجة، يا اما كل واحد يشوف نفسه بيتبسط ازاي، يا اما تخرجي، يا اما تقعدي مع اهلك، يا اما تسمعوا فيلم، يا اما بصي اعملوا اللي انتوا عايزينه. لازم اليوم ده تكافئوا نفسكم عن الاسبوع اللي عدى والضغط والترم اللي عدى، ونبدأ بقى ترم جديد كلنا حيوية وكلنا عندنا طاقة ان احنا نكمل. وعايزة اقول لكم حاجة، في حاجة اسمها الشغف، بصوا ما تعتمدوش على شغفكم في اي حاجة، دي اكبر اكذوبة. انتي ذاكري وانتي تعبانة، ذاكري وانتي بتعيطي. تعرفين احنا في طب كانوا بيقولوا لنا ايه؟ انا الحمد لله اتخرجت والله العظيم باللي انا شفته ده. كانوا في طب بيقولوا لنا هتعيط بعين وهتذاكر بعين. انت تبقى قاعد ليله الامتحان بتعيط بعين، عين التانية ذاكر بيها، مفيش وقت. وانت بتعيط ذاكر، وانت بتعيط ذاكر تاني، وانت مضغوط ذاكر، وانت تعبان ذاكر، وانت سعيد ذاكر، وانت بتعمل اي حاجه ذاكر. انت لو في اي حاجه هتذاكر برضو. ما تقولش اصل النهارده ماليش نفس. ماليش نفس ايه؟ مفيش حاجه اسمها ماليش نفس، مش هينفع. فزي ما قلت لكم ما تعتمدوش ابدا على الحاله المزاجيه بتاعتكم. في اي حاله مزاجيه انتوا فيها هتذاكروا يعني هتذاكروا، وما تكسلوش. كلها كام شهر عشان حلمكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل واحد هينول الخير ليه واللي بيتمناه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في الانستجرام، وشير لصاحبتك اللي في ثالثه ثانوي، وشير لاصحابك. ما تبقيش انتي صاحبتها التستس، ابعتلها قولها بصي انا احسن منك وببعتلك تيبس ازاي. وبس، باي.